بداية أسبوع موفقة للجميع. أسبوع الفرح بفوز فريقنا الوداد الرياضي على النهضة البركانية في مقابلة مثيرة ومهمة جدا لفريقنا للمنافسة على الصف الثالث. المقابلة انتهت بفوز فريق الوداد الرياضي بنتيجة هدف لصفر، وعرفت هذه المقابلة عن تألق الوافدين الجدد. على العموم مقابلة لا بأس بها. الجولة الأولى كانت ضعيفة مملة رتيبة لا ترقى لمستوى الفريقين، في حين الجولة الثانية بعد إجراء الفوز بنظرة مجموعة من التغييرات على التشكيل ظهر فريق الوداد الرياضي بوجه آخر وبرغبة أكبر من النهضة البركانية في تحقيق الفوز، وقد تأتى له ذلك في الدقائق الأخيرة بعد تسجيل اللاعب الجديد الهدف من تسجيل ويدينغو الذي أعطى إشارات على أنه قادم بقوة إلى جانب الموريتاني عمار. انتدابات جديدة تليق بفريقنا الوداد الرياضي. في خبر آخر، تم اليوم رسميا تقديم اللاعب إسماعيل المترجي من طرف الفريق الظفر الإماراتي الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي، وهذا يخدم مصلحة اللاعب وكذلك مصلحة نادي الوداد الرياضي. في خبر آخر، سيسافر فريقنا الوداد الرياضي يوم الأربعاء إلى جنوب إفريقيا في طائرة خاصة بعد أن كان مقررا يسافر الفريق الوداد الرياضي يوم الاثنين في رحلة شاقة، إلا أنه بعد اتفاق مع النهضة البركانية سيقتني الفريقان طائرة خاصة مشتركة تقيلهما نحو جنوب إفريقيا، ومن ثم يسافر فريقنا إلى بوتسوانا. خبر آخر، يوم السبت المقبل سيواجه فريقنا جالاكسي البوتسواني على الساعة 2 زولا في الجولة الخامسة من دوري عصبة الأبطال الإفريقية. بالتوفيق لفريقنا وداد الأمة في هذه المقابلة، في حين ستعرف في يوم الجمعة مقابلة السك ميموزا وسيمبا التنزاني في نفس المجموعة.